الفيديو ده طالع من قلبي قوي، وانا متأكدة ان بعد ما تشوفيها تقومي تجربي التركيبة دي. انا مفيش حاجة بشكر فيها قوي غير ما بتكون فعلا مبهرة. عايزة اقول ان هو يهم كل البنوتات، العرايس، المتزوجات، اي انثى ماشية على الارض لازم تسمع الفيديو ده. اي واحدة هقابلها لسه هتتجوز اقول لها لا 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 لا، انسي بقى شغل الحمام المغربي والتقشير الكيميائي. جالك اللي هيضيع لك كل حاجة مضايقاكي في جسمك: جلد الوزة، الاسمرار، تفتيح المناطق الحساسة، تقشير الجلد الميت، الركب، الأكواع، كل حاجة. اسمرار عقل الأصابع، وكمان الاسمرار اللي بيبقى موجود حوالين الرقبة، وكلف الحمل، وكمان لو عندك حبوب في جسمك. بس كل حاجة وليها طريقة. حطي قلبي تحت الفيديو وكمليه للآخر، لأن أنا ما ينفعش أجرب حاجة وتطلع تحفة كده وما أقولكوش عليها. لو انتي بتشوفينا على اليوتيوب فروحي على الفيسبوك، هتلاقي نفس اسم القناة للبنات فقط. هسيبلك صور مهمة في الكومنتات تحت الفيديو. بصي بقى، لما بكون عايزة أقشر وأفتح ومن غير كمان ما استخدم ليفة مغربية، بحب قوي اعمل اسكراب بالملح مش بالسكر. بس لو الملح مش موجود طبعا السكر بيقضي الغرض. بس الوصفة دي او الفيديو ده انا بشكر فيه بسبب المنتج ده. يعني مش هينفع ان انتي تستخدمي حاجة تانية غيره. ممكن تجيبي غيره ملح الحليب، بس هيديكي النتيجة اضعف شوية. الملح العادي بيبقى مهيج للجلد شوية، بيسبب التهاب، لكن ده ميزته ان انا لما قعدت اسرش عليه اتلقيت ان هو بيعالج الحبوب. يعني لو انتي حطيتي فيه شوية مية وقعدتي فيه، لو انتي عندك حبوب صغيرة في جسمك هيخليها ان هي تدبل. بيعمل زي مطهر كده للجلد. دي بقى ست البنات، القصه وما فيها ان انا كنت بدور على ملح الحليب العادي اللي هو من بره بيبقى اسود في ابيض او ابيض في بينك، تمام. فانا بقالي فتره مش لاقياه. لما دخلت السوبر ماركت لقيت في وشي ده ملح الهيمالايا الوردي، قلت بس هو ده، احنا هنجرب ده المره دي. منتج طبيعي 100%، لان اللي اكتشفته من كل اللي مكتوب عليه من ورا ان هو اساسا مخصص للاكل. حجمه حلو، وزنه نص كيلو، هتستخدميه كتير جدا. كمان سعره 35 جنيه بس، نفس سعر ملح الحليب ولكن الكمية أكبر. استخدم الفرشة دي اللي أنا جايباها مؤخرا للماسكات، لأن من غيرها بصراحة كنت ببهدل الدنيا. سعرها من 25 ل30 على حسب المكان اللي انتي بتشتريه منه. نستخدمها النهاردة في التحضير بس، لأن طبعا هي صغنطوطة خالص. مش هينفع تفردي بيها الماسك على جسمك كله، انتي محتاجة ان انتي تتعاملي بإيدك بس. هنحضر بيها وهنستخدم الجهة المسطحة. الجهة التانية منها بقى دي بتستخدميها لو انتي بتعملي سكراب لوشك، او مثلا في ماسك على وشك نشف وانت عايزه تفركيه. من الحاجات العمليه جدا فعلا اللي ريحتني، ومش ندمانه خالص ان انا اشتريتها. بصي يا قلبي، الكميه اللي هنعملها النهارده هتكفيكي الاستخدام مره واحده بس، ما يعادل مقدار 5 معالق من المعالق العاديه اللي هي بتاعه الاكل. ملح الهيمالايا ملوش ريحه، وفي حبيبات صغيره كده لونها وردي. انتوا عارفين لما تجربي حاجه بالصدفه البحته وتطلع احلى من الحاجه اللي انت اصلا كنت بتدوري عليها؟ هو ده بالظبط اللي حصل معايا. استحالة تلاقي حاجة تفتحك درجتين تلاتة من أول مرة غير ملح الهيمالايا ده. هنضيف عليه معلقتين كبار من زيت اللوز الحلو، وأنا متأكدة إن كل واحدة فيكم بعد ما تجرب التركيبة دي هتيجي تدعيلي على النعومة اللي هي بقت فيها. فين لما الجلد بيبقى محبب كده حبوب صغيرة، حتى لو انتي عاملة إزالة للشعر مثلا من الجسم، بيبقى مثلا بتمشي ايدك الملمس مش ناعم، في حاجات محببة صغيرة. انسي الكلام ده، انسي الكلام ده، نعومة 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 من هنا لبكرة. انتي لو فاكره ان انا اوفر، لما ان شاء الله يعني تجربيه وكده وتشوفي النتيجه وهتتفاجئي زي ما انا اتفاجئت، هتيجي تشكريني اقسم بالله. هنستخدم ايه في الترطيب؟ انا بستخدم زيت النرجيل اللي هو زيت جوز الهند. انتي ممكن تستخدمي لو انتي عايزه زيت زيتون، ممكن تستخدمي زيت ورد. بس هو اقوى حاجه في الترطيب زيت جوز الهند وزيت الزيتون، لان هما بيبقوا تقال شويه، فاهمة؟ فالتقشير لما بتشيلي طبقة كبيرة من الجلد الميت تبقى محتاجة ترطيب قوي. ممكن تحطي كمان زيت نونو اللي هو بديل زيت جونسون، عشان جونسون مقاطعة وكده. هتلاقوه شبهه كده بالظبط بس مكتوب عليه نونو. ده موجود في الصيدليات، والتركيبة بتاعته بتبقى مخصصة للأطفال أصلا. يعني آخر حاجة معانا النهاردة وهي الشاور جل اللي انتي بتستخدميه. هتحطي منه حوالي من 5 ل6 معالق، هقولك على حسب ما توصلي للقوام، ان القوام ما يبقاش مرمل معاكي قوي. لازم يبقى فيه حتة ان هو بيمسك في نفسه شوية. وبعد تجربتي مع كتير من الشاور جل فاستقريت اخيرا بقالي سنة على الشاور جل ده. يا جماعة تحفة، ريحته ثبات رهيب. بصي مش عايزاكي تكتري من المرطبات قوي ولا تكتري من الشاور قوي. انت تفضلي تحطي مثلا لحد ما تلاقي معاكي الكمية ان هي مرملة وفي نفس الوقت ملزق. ما حسيت ان هو لسه مرمل مش ملزق في بعضه، حطيت مثلا 2 بامب مثلا من الشاور، يعني قيمة معلقة واحدة زيادة. بس مش قادرة احط بصراحة من المرطبات فيه اكتر من كده، لان برضو المرطبات بتبقى غالية.
بتبقى عايزة تستخدميها إن هي تبقى كدهان مش كماسك مثلًا إن أنتِ هتغسليه، يكفي جدًا معلقتين من زيت اللوز الحلو ومعلقتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. طريقة الاستخدام بتاخدي شاور بمَيّة فاترة لمدة 5 دقايق كده مثلًا علشان تفتحي المسام وتبدأ إن هي تمتص الملح وتستقبل السكراب بشكل أقوى. أكتر منطقتين هتدعي لي عليهم هي منطقة الركب ومنطقة الunder arm. يا لهوي على النتيجة، رهيب، رهيب. تسيبيه على جسمِك لمدة ربع ساعة، في الربع ساعة دي بقى تعملي شعرِك حمام كريم، تحطي بلسم على شعرِك، المهم تعملي أي حاجة في الربع ساعة، المهم تسيبيه ربع ساعة كاملة على جسمِك. لو عندِك بانيو بقى هتمليه مَيّة سخنة وهتقعدي فيه بعد الربع ساعة، هتتفاجئي إن المَيّة دي اتحولت للون الأبيض، مش لون شفاف لأ، لون أبيض، كل ده جلد ميت وكل ده حاجات نازلة من المسام. أنا عملت كده وفضلت في المَيّة دي حوالي 10 دقايق لحد لمّا بردت، بعدين بتاخدي دُش أخير وتنشفي وتبدئي تشوفي النتيجة بعد ما تنشفي، ورطّبي بأي مُرطِّب أنتِ بتستخدميه سواء مثلًا زيت جوز هند أو body lotion أو أي حاجة وادعي لي. بالنسبة لملح الهيمالايا فأنا هاكرره مرة و2 و3 لإنه كده خلاص بقى أساسي معايا في روتين العناية بالجسم. ما تنسيش تبُصي على الكومنتات ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله.